السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. مع حضراتكم كالعادة مهندس جمال نور الدين من معرض النصر سمارت هوم. وهنتكلم النهاردة عن بوردة 4 خط مميزة جدا. بتشتغل بريلهات حرة، وبتشتغل بتقنية زيجبي مش واي فاي. البوردة بتاعتنا احنا طبعا عدلناها زي عشان نشتغل بمفاتيح بريسات زي ما عدلنا قبل كده القطع الأربعة خط بتاعت سنوف. القطعة بتاعتنا فيها 4 بريسات للتشغيل اللوكال، واحنا عملنا لها التعديل عشان تشتغل بمفاتيح حائط بريسات. كذلك القطعة بتشتغل بريموت 433 ميجا هرتز ار اف. المدى بتاعه محترم جدا وكويس جدا. كل خارج من خروج القطعة 10 امبير، وطبعا زي ما قلنا قبل كده ريلهات حرة، يعني كومن نورمال اوبن نورمال كلوز، نقدر نشغل عليها اي فولتيات. فمثلا ممكن نشغل فولتية دي سي لفتح كوالين، او نشغل 220 فولت للتحكم في الاجهزة او في الكونتاكتورات عشان نشغل احمال اكبر. كمان البوردة بتشتغل هنا بمدخل يو اس بي 5 فولت، وبتشتغل ب 220 فولت، وهنا الرينج بتاعها ممتاز جدا، بتشتغل من 85 فولت ل 250 اي سي 50 هرتز. لو بصينا على الواجهة في العموم بتاعة البوردة بنلاقي هنا البريسات بتاعتها خط 1 2 3 4، وبنلاقي هنا مفتاح جديد اسمه مود سويتش. ايه حكاية المود سويتش ده؟ المود سويتش ده لو احنا عملنا عليه ضغطة كده بيحول لنا الريلهات لبلصة، يعني يشتغل نص ثانية أو ثانية ويفصل. لو دوسنا عليه دوسة تانية الريلهات كلها بتشتغل حاجة اسمها انترلوك، والانترلوك ده مفيد جدا في شغل الشطارات وفي شغل التحكم كنترول في المواتير وخلافه، بحيث لو ده اشتغل كل ده يبقى فاصل، ده اشتغل كل التانيين يبقوا فاصلين، وهكذا. ده نظام الانترلوك. لو دوسنا عليه الدوسة الثالثة بيرجع يشتغل كريلهات عادية تشغيل، وما يفصلش إلا إذا احنا فصلناه، والأربعة يشتغلوا مع بعض مفيش مشاكل خالص، يعني بيرجع للنظام العادي خالص. إذا احنا بنتحكم في المود مش من خلال الابليكيشن، ولكن نتحكم في المود من خلال الزر بتاعنا ده. ممكن نتحكم بالريموت كنترول ال 433 ميجا هرتز زي الريموت ده، والمدى بتاعه الريموت ده تقريبا بتاع 250 متر على البوردة ديت، دي حاجة كويسة جدا. او بنتحكم بالريموت اللي هو بتاع سنوف، اللي هو الريموت ده، وده المدى بتاعه حوالي 100 متر 120 متر على البوردة دي. وطبعا الكفاءة بتاعت البوردة دي كويسة جدا لأنها في السوق بقالها فترة كبيرة، وأنا عن نفسي اشتغلت بيها من حوالي بالظبط 4 سنين، لأن منها إصدار الواي فاي ومنها إصدار الزيجبي، ويعني أثبتت كفاءة في السوق ومفيش منها أي مشاكل خالص. عشان كده أنا بثق في البوردة دي كويس جدا. عندنا كمان هنا الكليبات عشان تركب البوردة على البارة الأوميجا في اللوحات. طيب، هل البوردة دي زي بوردة الواي فاي يعني نحطها ونشغلها على طول؟ لا، البوردة ديت محتاجة محتاجة هب زيجبي. لو بصينا هنا على الهبات الموجودة من سنوف بنلاقي الهب الزيجبي العادي والبرو اللي هو ده، والهبات بتاعت سنوف ما بتشغلش البوردة ديت عليها. طيب ايه من سنوف اللي ممكن يشغل البوردة دي؟ ممكن تشتغل على الان اس بانل، تشتغل على الان اس بانل بتاعت سنوف، ولكن الان اس بانل
موجود فيها هاب زيجبي ممتاز جدا، هاب زيجبي فيرجن 3 البرو، ولكن المدى بتاعه بيكون ضعيف. الحاجة كمان اللي ممكن تشتغل عليها من خلال برنامج سنوف اللي هو الاي هوست. الاي هوست ده ولكن ده بيشغل الحاجات لوكال، يعني ما بتقدرش تتحكم فيه من خلال النت من على بعد. بيشغل الشغل بتاعنا اللي هو الزيجبي او البوردة دي بالذات لوكال. تمام. طيب احنا عملنا معادلة صعبة وجبنا هب ممتاز جدا، يعني ده اول مرة حد يستخدمه في مصر، اللي هو الهب ده. والهب ده يعني من الحاجات الممتازة جدا جدا، بيشتغل وايرلس وبيشتغل لان، وبيشتغل برضو طبعا ككهرباء بشحنة يو اس بي 5 فولت، وده النوتش او البوش بوتون بتاع الكونفيجريشن. اذا ممكن نشغل الهب ده ب وصلة ايثرنت او بنعرفه وايرلس. والهب ده بيشتغل على برنامج ايوي لينك، يعني احنا شغلنا جميع شغل الزيجبي لاي براند على برنامج سنوف بكفاءة عالية والفول اوبشنز. الهب بتاعنا بنشغل بيه ده شغل تويا زيجبي اشتغل معانا على الهب بتاعنا، وده شغل سنوف اشتغل معانا على الهب بتاعنا، سنوف زيجبي. وحساسات سنوف اشتغلت معانا اللي هي الزيجبي باب وشباك، وسويتش سيناريوهات ضواغط، وحساس الحرارة، وكذلك الموشن سنسور والاس 26 الزيجبي. اذا الحساس بتاعنا او الهب بتاعنا شغل جميع اجهزة الزيجبي. كمان شغلنا حاجة تانية شغالة مع سمارت ثينكس وهوم ابل كيت. ده حساس حركة جرماني ألمان الصنع، ممتاز جدا، كفاءته عالية جدا. ده اشتغل معانا على الهب بتاعنا. إذن احنا بالقطعة دي والهب ده بنقدر نعمل منظومة محترمة جدا للسمارت هوم، بتنفذ السيناريوهات اوفلاين، يعني مش بتحتاج انترنت علشان يعمل لنا اوتوميشن في المكان بتاعنا. احنا بنعمل السيستم بتاعنا بنسطبه ونعمل الاوتوميشن بتاعنا، ولو النت قطع فالاوتوميشن شغال لوكال، مفيش اي مشاكل خالص. علشان كده انا بسمي الهب ده الماجيك او المعادلة الصعبة اللي بتشغل جميع الشغل على برنامج ايوي لينك. يعني لو عندنا شغل ايوي لينك او شغل سنوف الواي فاي وعايزين نضيف شغل زيجبي لاي براند في العالم، فبنحتاج الهب الجميل ده، وهو بيربط لنا الشغل كله ببعضه. وبنقدر نعمل برضه سيناريوهات بين شغل الزيجبي والواي فاي، ولكن الواي فاي مش هيشتغل الا اذا كان موجود نت. اما كل السيناريوهات المعموله بين الشغل الزيجبي بتاعنا، سواء مفاتيح تاتش، سواء بوردات، حساسات من اي براند، فده شغال لوكال بدون نت، مفيش اي مشاكل خالص. انا هحاول اعمل كونفيجريشن لحضراتكم في الحلقه الجايه للهب بتاعنا ده على برنامج ايوي لينك، وهنضيف للقطعه دي على سبيل المثال وبعض الحساسات. في حاجه محترمه جدا هقول لكم عليها بالنسبه للقطعه دي. القطعه دي بما ان فيها مستقبل RF 433 ميجا هرتز، فاحنا بنقدر نعمل بيها حاجه ظريفه جدا. بنقدر نضيف حساس حراره ودخان على القطعه ديت بدون اي وسيط، بحيث يأكتف لنا ريلي او يشغل لنا مخرج
لو حس بارتفاع درجة الحرارة أو بالدخان. كذلك ممكن نشغل الباب والشباك ده حساس باب وشباك برضه 433 ميجا هرتز، بيشتغل معانا على البوردة دي بدون بريدج، بيعمل تريجر. كمان الحساس ده بتاع الحركة. هوريكم كده حضراتكم، انا كنت عامل له اكتيفيشن. لو انا فتحت السويتش بتاعه كده وشوف هيلقط اي حاجه هنا ولا لا. اسمعوا حضراتكم، سامعين الكليك؟ فلقط ريلي جوه، انا كنت مبرمجه عليه وهوريكم ازاي بنبرمج الكلام ده. كذلك الباب والشباك لما انا استخدمته برضو لقط. بص حضراتكم اسمعوا، سامعين؟ اذا البوردة بتاعتنا بوردة جوكر، والهب بتاعنا هب جوكر. من مميزات الهب ده كمان ان هو بيتعرف على 128 قطعة، ايا كان بقى عدد الخطوط في القطعة بتاعتنا. لو قطعة 4 خط فنضرب الأربعة في 128 ف 512 خط. فاحنا ممكن نعمل بروجكت كبير أو فندق أو فيلا باي بي واحد. يعني ده بيسحب اي بي واحد من خلال الايثرنت أو وايرلس، ونعمل بيه البروجكت بتاعنا، فما فيش تحميل على شبكة الواي فاي مطلقا. عفوا. وده حاجة كويسة جدا. كذلك بنقدر نعرف اي نوع حساسات عليه، سواء حساسات زد بي او واي فاي او ار اف. يا رب تكونوا استفدتم بالشرح البسيط ده، ونشوفكم في الدرس المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.